شفتوا الكلب العسول ده؟ مع انه كلب بلدي عادي جدا، بس طلع ترند سبحان الله، ومش بس قلب مصر بل قلب العالم كله. ركز معايا جدا في الفيديو ده وصلنا على الصلاه والسلام تحت في التعليقات عشان الفيديو يوصل لغيرك. قبل ما تكمل معايا عاوز اقول لك المعلومه دي، كنت انا اتكلمت عن فيديو عن عمر كمال وقلت الفلوس اللي معاه انه يبقى عليها. الناس اعترضت، ازاي يا عم الحاج الراجل تاب ده انه عايش بالمال الحرام ولا يرميه ويتخلص منه؟ فانا عملت فيديو عملته اول امبارح اللي انت شايفه قدامك دلوقتي، هتخش وتسمعه عشان تفهم القصه من الالف للياء. وسلام بقى لو انت عملت متابعه هنا وسبسكرايب على قناه اليوتيوب، هتبقى راجل سكره والله. القصه بكل اختصار ان في حد من السياح الاجانب كان طاير فوق الهرم، طبعا ممنوع الطيران بالطياره وانما بمظله، فكان نازل بينط كده ونازل بيها، هوب لقى المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم ده. ايوه الكلب العسول بلدي كان بيعمل الكلب ده، كان قاعد فوق قمه الجبل. طب يا اخوانا طلع ازاي؟ الواحد عمال يفكر كده، يعني هو كلب بلدي مش مدرب يطلع فوق سفح الجبل، الله اعلم في كام ساعه طلعها في ظل وجود الهواء الشديد والجو الجامد ده، ومع ذلك ما وقعش. ثم يسبب الله عز وجل الاسباب ويقدر رب العالمين ان في واحد من السياح في اللحظه دي كان طاير بالمظله بتاعته ونازل، فشاف الكلب فصوره، فالدنيا قامت ما قعدتش. طبعا الاجانب كلهم قالوا دي معجزه من معجزات الدنيا. ولما عملوا سيرش كده ورجعوا للحضاره المصريه القديمه بتاعت الفراعنه، قالوا ان دوت انوبيس اله الموت. ايوه الصوره اللي انتم شايفينها قدامكم ديت. وانوبيس دوت حارس ممر الروح عند الفراعنه. معتقدات كده والهه الموت والهه الشمس وكلام كده، دي مش من معتقدنا. فاحنا كمسلمين ما عندناش غير اله واحد بس، هو رب العالمين. ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. المهم ان العالم كله اتكلم عن الكلب البلدي الصغنطوط ده، اللي انت اصلا بتبقى ماشي في الشارع اصلا لا تلقي له بالا، يا كلب زي اي كلب يعني. لدرجه يا اخي ان قناه CNN كتبت عن الموضوع، شفت وصل لفين؟ وطبعا الموضوع دوت عمل حاجه كويسه جدا لمصر، ان هو نشط السياحه. والسر في كلب بلد، كلب زي ده يعمل دعايه بمليارات الجنيهات مجانا من غير ما ندفع ولا جنيه، لدرجه ان الاجانب بره كلهم عاوزين يجوا يشوفوا الكلب العجيب دوت، ايه حواره وايه قصته. سبحان الله العظيم، يوضع سره في اضعف خلقه. انا ليه بقول لك على الكلام ده؟ ركز جدا معايا وصلى على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام. عاوز اقول لك ان زي ما ربنا جعل هذا الكلب العالم كله يعرفه، موقف زي دوت يخلي مصر انها ترتقي درجه فوق شويه في موضوع السياحه وتلاقي فيه مليارات داخله ما شاء الله. احب اقول لك ان ربنا قادر على ان يغير حالك اللي انت شايفه واقف والهم والديون اللي عندك لافضل حال في اقل من طرفه عين. وبايه؟ باقل الاسباب، اسباب انت شايفها من وجهه نظرك ان هي تافهه، ولكن ربنا يقلب بيها موازين حياتك. تلاقي ابواب السماء اتفتحت لك والارزاق كترت بعد ما كنت انت مش لاقي، يا دوبك عايش بالعافيه، وبقالك شهرين وثلاثه وسنه واثنين والدنيا مزنقه معاك. سبحان الله العظيم، تفرج من حيث لا تدري. فيجعل الله بعد عسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بس هم حاجتين تعملهم، تحسن ظنك في رب العالمين إن ربنا قادر إنه يعمل أي حاجة في أي وقت في أي لحظة، ولا يعجزه شيء أبدا في الأرض ولا في السماء، وفي نفس الوقت تسمع كلامه وتعمل اللي هو طلبه منك وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. وده معنى قول رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل حط لك شرط عشان يطلعك من المأزق اللي انت فيه ويرزقك من حيث لا تحتسب، انك انت بس تتقيه وتسمع كلامه. يجي لي واحد يقول لي: يا عم شريف دلوقتي الحاله كلها عندي زي النيله والحال واقف ومش عارف اعمل ايه. اساله اقول له: انت بتصلي يا عم الحاج؟ انت بتصلي يا ابني؟ يقول لي: لا ما بصليش. اقول له: ازاي انت ما بتصليش؟ ما بتسمعش كلام ربنا وعاوز ربنا يفتح لك ابواب الخير ويرزقك من حيث لا تحتسب؟ ازاي يا اخي؟ انت لو شغال في شركه ومديرك طلب منك انك تعمل اي حاجه وانت رفضت تعملها وقلت له لا انا مش هعملها وعاوز مكافاه ومرتبي، هيقول لك وكمان بتطلب مكافاه ومرتبك اتفضل اطلع بره الشركه، انت ما بتسمعش كلامي. ده عبد زيه زيك، فما بالك برب العالمين؟ انت ما بتسمعش كلامه وتقول له: يا رب وسع عليا في الرزق، يا رب افرجها من عندك، وانت مقصر. جات لي بتقول لي: انا مش محجبه. قلت لها: ليه مش محجبه؟ ايه اللي يمنعك ان انت تتحجبي؟ بتقول لي: علشان اتجوز. قلت لها: هو رزق ربنا اللي انت عايزاه اللي هو الزواج ينال بطاعته ولا بمعصيته؟ الله عز وجل محدد لك رزقك اللي انت هتاخديه، زواج او فلوس او شغلانه او اي حاجه، لكنه طلب منك ان انت تتقيه وتتحجبي وتصلي وتقربي منه. فتقوم هي قلبه الايه وغيرها بيعمل زيها، تقول له: يا رب لا ارزقني الاول يا رب واجعل لي مخرجا وانا هتقيه، لما ربنا يجوزني ابقى اتحجب، لما ابقى اشتغل ابقى اصلي، لما ربنا يوسع عليا ويشيل من عندي الديون ابقى ارجع له. يا اخي ربنا بيقول لك
اتقيني انت الاول واسمع كلامي وانا اوسعها عليك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو هو عاوز يرزقه من حيث لا يحتسب ويجعل له مخرجا وبعدين يتقيه. بيقلب الايه، هي كلمتين، تسمع كلامه بالحذافير، ولو وقعت في معصيه تتوب وتقول له يا رب انا اخطات وسامحني يا رب، وتحسن ظنك في رب العالمين ان هو هيفرجها عنك لا محاله، ولكن تعتقد ان ربنا بيختبرك، بيشوفك هتصبر ولا لا. عمل كده مع الانبياء سيدنا ايوب وسيدنا محمد وبقيه الرسل، يبقى مش هيعمل كده معانا؟ من باب اولى يعمل كده معانا طبعا. يا اخي والله العظيم ربنا هيفرجها، بس هي مساله وقت. خليك فاكر ان زي ما رب العالمين خلى الكلب العسول الصغنطوط اللي انت شايفه قدامك ده، اللي هو البلدي حديث العالم كله، وغير موازين السياحه في مصر، فقادر ان هو يغير موازين حياتك لاحسن حال. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهي كلمه واحده ملهاش تاني: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. وصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.